نشكر جميع الناس اللي هما وقفوا في هذا التكريم، لأنه في الحقيقة ماشي سهل باش غادي ياخذوا واحد الفنان من الفنانين ويعنوا به، لأنه جميع الفنانين يستحقوا باش تكون لهم تكريم ويكون لهم تقدير، سواء كانوا من الشيوخ أو كانوا من الجدود. فأنا فرحان في هذا النهار المبارك السعيد. أكيد أنا سعيد جدا أن أكون من ضمن المطربين الكبار الذين سيحيون هذا التكريم أو هذا الحفل. بطبيعة الحال علاقتي مع السي عبد الله عصامي هي علاقة أكثر من 30 سنة. هو أول من قدمني للمرحوم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني. كنت أول أغنية وطنية غنيتها كانت من ألحان السي عبد الله عصامي، وهذه ما يمكنش تنسالي من الذاكرة ديالي. التكريم ديال السي عبد الله عصامي هو تكريم كنظن انه جا في وقته، لان العاده ان المغاربه تيكرموا المبدعين اللي تيتوفاو، ولكن ثقافه الاعتراف والتكريم والمبدع لا زال على قيد الحياه تتعني شيء الكثير. اولا تترفع ايجابيا المعنويات ديالو وتتخليه يحس على انه اعطى للوطن وتياخذ الاعتراف، شيء جميل جدا. السي عبد الله عصامي كنظن من الراعي الاول ديال صناع الاغنيه المغربيه، وعارف باسرار النغم العربي عموما والمغربي خصوصا. كون اجيال كما سبق الكلمه ديال الاخوه اللي جاوا في الشهادات ديالهم، انه كيلقن لا زال يلقن ولا زال متقد الحماس ولا زال يعطي الشيء الكثير، وعنده من القريحه باش يعلم ويكتب ويلحن ويلقن، ما شاء الله تبارك الله. السي عبد الله عصامي يعني ماشي غريب عليا، لانه كنعرفه ملي كنت صغيره، لانه صديق الوالد ملي كنا في مراكش، وتربيت على النغام ديالو، لانه كان بحال الاب ديالي. فمن بعد ملي دخلت المجال الفني تعاملت معه في عده قطاع. تبارك الله عطى الاغنيه المغربيه الكثير، ما يمكنش نقول انا اكثر من اللي قالوا الناس قبلي. وكثير النداء الحسن راه الناس كلهم في العالم كله كيتغنوا بها. السي عبد الله ملحن ديالي. المناسبة الوطنية في عهد المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، كان العمل ديالنا كبير بزاف، تقريبا على 100 أغنية وطنية، عاد القصائد والقطع العاطفية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.